السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن صحة وفي احسن حال يا رب العالمين ان شاء الله. بقول لكم يا جماعة، قبل ما نتكلم ونقول صلي معايا على الرسول عليه الصلاة والسلام. برحب بكل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا وشرفوني في القناة جديد. ربنا يا رب يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم. و ايوه كده يا جماعه، الناس للناس نقف مع بعض كده عشان ربنا يجبرنا كلنا ان شاء الله. عايزه اقول لكم يا جماعه، الرحله دي فكرتني باحلى ايام عمري وانا تقريبا كده في سن بنت رودين اللي لابسه احمر. بصوا يا جماعه، ده اقدم بيت في التاريخ ممكن تشوفوه. والله العظيم اقدم بيت. لو قلت لكم هقول لكم على رقم تاريخه في اخر الفيديو، خليكم معايا للاخر، شاهدوا لي الفيديو للاخر، شاهدوا لي الفيديو للاخر. احلى اخوات في الله. صلوا معايا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، الشجره دي برضو كبيره عن البيت اللي انتوا شايفينه ده. دي لو قلت لكم عمرها كام مش هتصدقوا والله العظيم، بس هقول لكم في اخر الفيديو. بصوا يا جماعه، البيت ده قضيت فيه احلى ايام عمري. اذكروا الله اذكروا الله معايا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. ورا البيت كيه فيه منظره تاني جو. بيت ستي الله يرحمها. انا ما شفتش جدي، يا واد ما يا شفتش سيدي. يا احنا واد بنقول يا هنا على حاضر. جدي تعالى هات وجدتي اختك دي. سيدي وستي، ماشي. فانا ما شفتش سيدي، ولا عجربة طلعت في هات اختك يا ابني الصارمة. امي يا جماعه. ستي دي كانت بصوا ملاك كده، ملاك والله العظيم. كانت سبحان الله. هذا كان حوش سعية جدا جدا. كانت عايشه في البيت ده يا جماعه، بيت كده لوحده، ما كانتش دي ولا حواليه بلاد، دي ما كانتش دي ولا جنبيه بيوت. وده بصوا يا كانت جماعه، عاملاه كانت ست هنا حوش انا بقول للطيور لرحمه كبير بنتي 3 بقول لها اوض. دي كانت عاملاه حوش للطيور 3 اوض. وجوه بصوا يا جماعه، ده ما بيجيش معالمه بس، ولا معالم والله. بس يا دي اطلال منه، اطلال. دي كانت اوضه ست. صلوا معايا على النبي عليه الصلاه والسلام. بس يا احمد ده خفاش يا جماعه، المقطع ده كان فيه صوت والله العظيم لو سمحتوا معايا، بس كان غلط على الفيديو. صوت ديابه صغيره، عارفين الديابه؟ ذئاب صغيره، لان البيت مهجور يا جماعه، له حوالي اكتر من 30 سنه. ماشي، هما دلوقتي عاملينه ايه، هاجرين وما بيروحوش خالص. الاراضي دي يا جماعه، والبيت ده والاراضي اللي حواليه تبع الاصلاح الزراعي. فجدي كان غفير في الاصلاح الزراعي. لا انا مش على دي، وهو اللي كان حارس الاراضي دي. ما اقولكوش اكتر من انتوا فاحرين 200 فدان. ودي كانت اوضه خالي شعبان. فالحكومه عشان يعني ما يروحش، ما يسيبش الاراضي ويروح هنا ولا هنا، فعملت له بيت وسط الارض عشان يبقى غافر ليل ونهار. شوف يا حاجه زينب، يا جماعه كان بصوا اطلال والله العظيم. ريحه البيت هي اللي باينه. انا اول من الله اكبر الله اعظم. وده كله برضه بنلف ونقول صلوا على ايه، على الرسول. ده احسن مشرف، احسن مشرف. اللي كنا بنبقى مالينها غله دي. انا كنت عم احط له خشب عشان مشرف ايه اللي بيقولوا عليها يعني، اللي هو بتاع الرحلات دي. ده كان بيشرح لنا. ده جوز خالتي يا جماعه، ده قطه كنا من زمان بنحط فيها الغله. اللهم صل على سيدنا محمد. كان بيشرح لنا هنا. انا عشت في البيت ده، انا قلت له انا عشت في البيت ده يمكن من قبل انت ما تتولد. هو اكبر مني. يلا عن البتاع اللي جوه ده. البيت ده انا عشت فيه اجمل حياتي وانا عندي ودي كانت اوضه خالي شعبان دي من وانا عندي 7 سنين. فالاصلاح الزراعي يا جماعه كان عامل البيت ده لجدي عشان يخفر فيه زي ما قلت لكم. اكفل. بس بصوا كانت ستي قاعده فيه بعد ما جدي مات بخوالي طبعا وخالاتي. لاقي نمله ولا طنبور يا رح. ونجري من الشجر، الطيور، السمك. المصرف اللي هتشوفوه معايا يا جماعه دلوقتي ده منحل نحل على فكره.
الشجر اللي هتشوفوه، المصرف اللي هتشوفوه يا جماعه معايا دلوقتي، والاوضه بتاع ده مع صفوت متعبي ابو من حمود خيرات كسواره. ربنا، سمك اشكال والوان. ده خالي كان بيطلع منه كميات سمك يا جماعه مهوله. اهو المصرف اللي فيه حشيش ده يا جماعه، الخضار ده. بصوا بوريكم عشان مفيش حواليه بيوت ولا بلاد، هنعمل لوحده كده. الشجره دي يا جماعه عمرها شوف ده يا 200 رح سنه. ايام ست كده 200 كنا نيجي سنه. في المغرب في حتمه المغرب والبيت ونقعد ده هنا عمره 100 سنه. ونقعد هنا. كان في ترومبه هنا. الأراضي دي تبع كان في تبع ترومبة هنا. الإصلاح الزراعي يا حبايب قلبي. ما تنسونيش هترجع باللايك ازاي؟ والاشتراك. القناة عايزاها بس تكبر ما كانتش معاكم وبيكم الشجرة يا دي ما أحلى كانتش. في الدنيا. قولي نفسي ارجع بصوا يا جماعة. صغننتين ولا نفسي ارجع بطن امي. بستعيد الذكريات مع نفسي، بحاول بشم ريحة الناس الحلوة الطيبين. والله العظيم أيوة. أول ما دخلت البيت يا جماعة حسيت إن أنا رجعت خلعوها عندي ليه 7 سنين. والله خلعوها العظيم ليه؟ كانت أحلى أيام في العالم، أحلى أيام في الدنيا. وأظن اللي من سني هيحس نفس الإحساس ده، أيام جدك وجدتك، ده خالي واللي طلع بالطشت أيام الزمن الجميل الطيب. ما كانش فيه، كانت الناس بطبيعتها على الفطرة. ما كانش فيه نميمة، ما كانش فيه نت، ما كانش فيه تليفونات، ما كانش فيه قنوات فضائية. فاكرين الأولى والثانية والسابعة يا جماعة القنوات؟ أو المصرف اللي بقول عليه، بس يعني المصرف ده يا جماعة تحت منه كميات سمك مهولة. والله العظيم احنا كنا واقفين كده وكنا سامعين صوت السمك، صوت الدبدبة بتاع السمك في المية. والله العظيم الصعايدة يا جماعة يفهموا يعني ايه كلمة دبدبة. استهلاك ميه بالكده. هو الورد سبحان الله طالع فوق الماء. فضلا منكم وليس امرا. الماسوره اللي هنا دي ربنا يخليكم لي يا احلى اخوات واعز اخوات في الدنيا. واختي العزيزه الغاليه بقول لها ربنا يشفي لك اختك يا احلى اخت في الدنيا، ويحوش عنها يا رب، ويشفيها شفاء لا يغادر كان خال احمد عامل لنا حته هنا ما ننزل نغسل تحتيها. وربنا ما يسويش كنا ما حد ننزل يا رب. نغسل تحتيها. ما يوجعش قلب حد على اغلى ما عنده يا جماعه. بصوا يا جماعه هنا كنا كنت نيجي بقول هنا لبنتي نعمل هنا كنا بنعمل مرجيحه في النخلة دي بجريد ما بين النخلتين ونتمرجح فيها. ونتمرجح. وكان يجي بيجي خالي خالي احمد يجري ورانا جريده خضراء بالجرودين يا جماعه. كان بيقول لي يا ماما انا اكلت لا مش تين. حكايه زرع يعني انا طالع عيني وعيني اللي جابوني طول النهار ومحمود ورا هنا ورا البيت يا جماعه شجر. وانت حتى انت يا خيره نطلع نجري. بالمناسبه يا جماعه بقول لكم انتظروا الفيديو الجاي هتشوفوا مكه. بصوا انتظروا مكه بسبها الجديد. كان يجي هنا يعني عامله لها فيديو في نفس المكان، بس دي تحفه.